بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم حبايب قلبي في فيديو جديد. وبسكوت العيد ان شاء الله نعمله باجمل طريقة واحلى مقادير باذن الله، واجمل طعم زي ما احنا شايفين كده. عملته بالكيس الحلواني وبمقادير كمان الشيف الجميلة شيف فاطمة ابو حاتي. احلى بسكوت ان شاء الله، واحلى طعم واجمل نتيجة زي ما احنا شايفين، والتسوية رائعة. بص الصواني، برقص الصواني. الله عليك، جميل جدا. يلا نتابع الفيديو ان شاء الله ونشوف مع بعض المقادير بالظبط باذن الله. هاخد كوبايه، دي كوبايه سكر بودر، هيبقوا 2 كوبايه سكر بودر، نص كوبايه من السمنه العاديه، وكمان نص كوبايه من اللبن، باكو بيكنج باودر، 3 بيضات، كيلو دقيق بتاعنا صالح الاغراض، وباكو فانيليا، 2 باكو فانيليا. وهاخد نص كيلو من الزبده الصفراء. بس هنا كده على الميزان هبدأ ان انا اوزن 500 جرام بالظبط. بس كده هبدأ ان انا اقطعها قطع صغيرة، وفي الكبة عندي هبدأ ان انا احطها كلها كده، وبعد كده هبدأ اضيف عليها السكر البودر. ادي اول كوباية هخلطها كويس، وبعد كده هبدأ ان انا اضيف كوباية السكر التانية. هبدأ كمان اضيف نص كوباية السمنة، فضيها كويس كده على السكر، وهبدأ اشغل عليهم الكبة تاني يختلطوا مع بعض كويس جدا ويدوبوا في بعض كده. وبعد كده هبدأ ان انا اضيف البيض عندي، بيضة بيضة كده في الاول، كل واحدة يعني لوحدها، وبشغل عليها علشان الخليط بتاعي يبقى مظبوط. اول بيضة كسرتها احط عليها باكو من الفانيليا، ضربتها كويس. هبدأ ان انا بضيف البيضة التانية، احط عليها حبة ملح، يعني نص معلقة صغيرة كده. ابدأ اشغل تاني طبعا، وبعد كده بكسر البيضة الاخيرة واحط عليها كيس الفانيليا التاني. بس طبعا علشان بس زفارة البيض وكده فوزعتها كده بالمنظر ده. بس بدأت ان انا خلطت كويس. هنا بقى الدقيق جبت فضيت عليه باكو البيكنج باودر، اقلب كويس جدا. بدخل البيكنج باودر في الدقيق كده الاول، وبعد كده هنزل بخليط الزبدة مع السكر مع السمن مع البيض. بس هبدأ ان انا انزله كده، وبايديا بقى هبدأ ان انا اعجن بالمنظر ده. بس بدخل بقى الدقيق بتاعي كويس كده في الخليط بتاعنا، بس بقى لغايه بقى ما بشكل كده العجينه. بصوا زي ما احنا شايفين اهو. طبعا لسه ما ضفتش اللبن، بضيف اللبن بقى حبه حبه كده لغايه اما اخلص المقدار بتاعي المظبوط اللي هو نص كوبايه اللبن. بس كده العجينه بتاعتي بقت زي الفل. هبدأ هنا بقى حطيتها في الكيس الحلواني كده بالمنظر دوت، وهبدأ ان انا بقطعها كده بكل سهولة عندنا في الصاج. كلها طبعا تبقى مقاس واحد وطول واحد، عشان النتيجة بتاعتنا كلها تبقى شكلها متناسق مع بعض وشكلها مظبوط. بس هبدأ بقى بعد كده ان انا بدخل الفرن على درجة حرارة 170. ادي كده اول صاج خلص على 170 درجة في الرف اللي في النص. وبعد كده ببدأ، دي هنا تاني صينية خلصت معايا 10 دقايق، وببدأ ان انا بشوف كده البسكوت بتاعي بلاقيه احمر كده من تحت. ببدأ ان انا بقفل عندي الفرن من تحت، وببدأ ان انا اشغل الشواية بتاعتي فوق الفرن، يعني بيحمر معايا كده هنا بالمنظر ده. مفيش 3 دقايق علشان بس نخلي بالنا من الخبيز، عشان لا قدر الله يعني ما يبقاش في حاجة ملسوعة. بس هو 8 دقايق من تحت، و3 دقايق او 4 دقايق كتير من فوق. بصوا تلاقي المنظر التسوية جميل كده. هنخلي بالنا عشان ربنا يسترها. بس ببدأ بقى طبعا ان انا بدخل بقية الصواني كده اهي. بصوا مامتي قالت لي اول صاج ده يعني محموش شوية، فبقيت افتح في التسوية بالمنظر ده. بس كده دي كل الكمية بتاعتي. هي طلعت ما شاء الله 8 صواني. هنا طبعا الصاج ده نقص الكتاكيت الصغننين بالهنا والشفا بقى، حبوا يدوقوا يعني. بس بخبز بقى، دول لسه ما اتخبزوش طبعا، لكن بقية الصواني كلها اتخبزت اهي وزي الفل واسرع. طريقة للبسكوت اتعمل مفيش ساعة زمن، الحمد لله. جميل جدا وسهل جدا، والنتيجة بتاعته رائعة. بس بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. طبعا ألف شكر للمقادير شيفتنا الجميلة فاطمة أبو حاتي. تسلم ايديها، ربنا يبارك لنا فيها يا رب، ودايما تقول لنا على الوصفات الجميلة والمقادير المظبوطة 10/10.
طبعا لسه الصواني عمالة ترقص من الفرحة. بس بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. انتظروني ان شاء الله، هعمل السابليه وهعمل البيتي فور باذن الله معاكم برضو ان شاء الله، وانزل لكم الطريقه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم يا رب. لو اول مره حضرتك تتابعي قناتي، دعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.